ماشيه معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان؟ لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزينته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حد الله ما بينه وبين الحاجات دي. السلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. جايب لكم زيارة. وليه تعب نفسك كده؟ اهو هنعمل ايه بقى؟ بس شوية فاكهة يستاهلوا بقك. اي والله. رمضان؟ لا شوال. حلوة. وايه اللي على العرض ده؟ جايب لكم زيارة. ايه شوية يستفندي على شوية برتقال على شوية بلع عيش عشان عليه تاكل عيش. من ابو 8 ساغ. 8 ساغ ايه؟ هو في حاجة ب 8 ساغ الايام دي؟ ده اقل حاجة ب 60 ساغ. ربنا ما يحرمنا منك، يا جايب لنا ومحمل لنا وشايل لنا، ربنا يكتر من امثالك. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجة. اصل الست والدتك مش عاجبها الزيارة اللي انا جايبها. بص البرتقال، شوفي فتلة خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا اليوستفندي؟ حد يلاقي يوستفندي زي ده؟ ولا شوفي بلح، على النعمة ما حد يلاقي بلح عيشة زي ده. شوفي البلح وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله كل يهود، حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد. هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. اي والله سنه سود على دماغها باذن الله. عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. لم انت بقى الزياره. رمضان. يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه كلها. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود، يا احلى فتاه لألعن حماه. بس بقى يا اخي عيب. يلا استعنا على الشقه بالله وسيلتك العيال. عيال ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اهو نونس بعض، وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. ايوه يا ماما انا بلم الفاكهه وجايه اهو. اسعى انت بقى يلا. علي مش عاجبها بلع عيش، امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فمه ما ينهش عظمي. عظم ايه في الفرح ده؟ ده فقر وخيبه. السلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفاه. يا اخت روحي. اضرب يا بشبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع؟ مهما كان لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هندخله معانا اللعبه يطلع له قرشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي، فكر في اي حاجه الا رمضان ده. كده ماشي. انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا هلوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على 3، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلامتين له محسن. لا وانت الصادق، سلامتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعال اشرب معايا الشاي. شيء مش لما ناكل لقمه الاول؟
اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عرباجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت استلم مع النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي يا عوض علي يا عوض، وانا ازعل قوي لما حد يقول لي علي يا عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي يا عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يديله العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصلي كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل. والله انت اللي سكر. بالك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال، نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا شربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟